من خلال الحروب المستمرة على مدار السنوات في سوريا وبلادنا العالمي، التي حتى الآن لا يوجد حل للوقوف في القتل، لأنه أكثر فئة التي تعاني المعاناة هي الطفولة من خلال الناحية النفسية والجسدية وعدم التعليم، وهذا يؤدي إلى تدمر المستقبل الأجيال، وسيكون هناك خطرا كبيرا على المجتمعات بشكل عام، لأن مرحلة الطفولة هي مرحلة حساسة يجب الاهتمام بها والتعلم من الناحية النفسية والاجتماعية، ويجب على الرأي العام أن يحاسب كل من يرتكب المجازي ويقتل الأطفال على رأسها المحاسبة الدولة تركيا وفصائل المسلحة التابعة لها بأراضي السورية المستحلة التي تقصد المناطق الآمنة وتسبب بقتل الجرحى. فرأينا استهداف الأخير في منبت تسبب الاستشهاد لطفلين أو 3 جرحى. نحن منظمة ستيرك متابعة وحماية حقوق الأطفال نشاهد جميع المعانين بشهود الأطفال والمنظمات الحقوقية الإنسانية وحقوق الأطفال أن تحاسب كل من يرتكب جرائم بحقوق الأطفال، ونطالب منكم الوقوف الاحتلال التركي عن حدها والمطالبة بالخروج من الأراضي السورية وعدم ارتكاب المجازي بحق أطفالنا، ونريد السلام للأطفال السورية وأطفال العالم. لا للقتل